انا مش بتقول على ايد مين وقع تكوينك. نعم. يعني تخرجت على يد من كان له فضل في ان يكون كريم ثروت مخرج. نعم كريم. انا من مدرسه المخرج الكبير، المخرج المتميز خالد يوسف. انا بعشق المدرسه بتاعته جدا. بالنسبه للاخراج عامه، لازم يوصل فكره. نعم. الفكره توصل للمشاهد بفكر المخرج. بمعنى احنا بنشتغل النهارده بحاجه اسمها ستوري بورد كلاب. اخت شهران يعني عندك حس مزعج شويه، ما نعرفش. شهران انا صوتي عندي يعني حس متواصل يعني يوصلنا من المكالمه بتاع شهران. بالعكس انا ما عنديش حاجه يعني على كل نواصل اخويا كريم، نواصل. ربما في تحليل بعض النقاط التقنيه اللي في تكوينك. فكره الستوري بورد كليب، ازاي احنا نقدر نعمل قصه سينما في فيديو كليب. نعم معايا. نعم. ستوري بورد ده متعلق باكثر من لوكيشن واكثر من عناصر في التصوير، وبنستعين بممثلين كتير دلوقتي جوه الكليب. يعني انا وصل عندي في كليب في 25 ممثل. نعم. 25 ممثل جوه كليب. دي كانت اول مره تحصل جوه كليب ان يكون في 25 ممثل. يعني 25 ممثل تنجم تقول تعطيهم التوظيف نتاعهم في دقائق. توظيف طبعا في 4 دقائق او 5 دقائق. وكان من الصعوبه جدا ان الكليب ده فيه 3 قصص مش قصه واحده. كانت كل قصه عندي في الكليب ده بالظبط حوالي 40 ثانيه. 40 ثانيه فيها حوالي 8 ممثلين. ازاي 8 ممثلين في 40 ثانيه؟ سينما صامته، لان الممثل مش بيتكلم في الكليب. نعم صح. يعني حركه الميم. الميوزك هي اللي بتتكلم. ف 40 ثانيه نقدر نوصل للمشاهد بالقصه وازاي توصله وازاي يحسها. والحمد لله قدرت في الكليب ده ان في مشاهدين كتير بكوا في الكليب ده. يعني انجح شيء النهارده نعم ان المشاهد يصدقك. فعلا. لو المشاهد صدقك انت نجحت. وفي نفس الوقت نحترم فكر المشاهد، ما يكونش في عندنا مشاهد اوفر، ما يكونش عندنا مشاهد مصطنعه، يكون ممثل بروفيشنال. بالظبط كده. كريم. ايوه. ونتصور التلقائيه هي اللي شدتك الفنانه شهران تحسها تلقائيه وتحسها تحسها تتصرف على طبيعتها، وما نعرفش ممكن هذا اللي خلاها تكون قريبه برشا يعني الجو الفني في مصر. والكريم ثروت بالطبيعه. شهران هو فعلا انا الحمد لله يعني تعرفت بتلقائيتي في معظم البلدان العربيه او حتى في تونس في بلادي. احلى شيء نحبه هو الوضوح، هي التلقائيه. انا ما نحبش التصنع، ما نحبش نكون انسانه يعني نلبس قناع حتى نوصل لشيء معين. نشوف انها التلقائيه هي اجمل شيء في شخصيه الانسان. وطبعا لما نتكلموا عن التلقائيه، الشعب المصري اصلا لما انا نكون موجوده في مصر اللي هو نحييه تحيه كبيره برشا. الشعب المصري عمري ما حسيت، ديما نقولها بالغربه وسط شعب مصر، لانه شعب كرم كبير برشا، شعب اصيل، شعب ما يحسكش فعلا انك غريب او انك من بلد اخر. فالتلقائيه بتاع الشعب المصري زايده هي اللي خلت الحب المتبادل
يعني مش من نوع المخرجين اللي عنده يعني يختصر الفنان إلا للشغل. كريم بالعكس حتى لو كان عنده يعني شغل معين، لكن دائما تلقى عنده الصداقة أجمل شيء. يعني قبل الشغل قبل أي شيء هي تلقائية خلت يعني علاقة بينا وطيدة، وخلت بينا علاقة صحبة وأخوة إن شاء الله تدوم يعني على طول. لأنه نتصور هذا هو الشيء اللي شدني أنا في كريم ثروت خلافا عن شغل. بالنسبة لشهران يعني في مصر تعاملت إلا مع كريم ثروت أو مع يعني عدة متعاملين في المجال الموسيقي والمجال السينمائي؟ حمودة نقول لي أنت ما شفتش الباشفان بتاعي كيفاش يعني. عندي الحمد لله يعني لا يعني أنا شفت، وأنت تعرف اللي إحنا نعرف بعضنا منذ زمن، يعني مش نعرف بعضنا اليوم، لكني بالنسبة للمستمع هناك المستمع الذي يعرف شهران الآن، وهناك مستمع اللي يعرف شهران منذ سنين. لكن احنا نحاولوا باش نبلوروا كل حياة شهران، كل ما يتعلق بشهران. عندك حق السؤال طبعا، انه الواحد لازم يكون يعني يخلي المستمع يعرف الشخصية أكثر. نعم. هو الحقيقة نزولي مصر كان أيام أول أيام الثورة 25 يناير، يعني 25 جانفي. كنت أنا قدمت أغنية اسمها في حب مصر. مصر كنت أول عربية، وحتى قبل المصريين كانت أغنيتي في حب مصر. كرمت بها في السفارة المصرية عن طريق السفير المصري، وتم نزولي لمصر طبعا عن طريق صباح الخير يا مصر. وانطلاقتي بدأت في مصر. كنت متصورة باش نقعد شهر في مصر، قعدت سنة وشهر خذيت فيهم لقب مطربة الثورات العربية. تكرمت فيهم طبعا باسم تونس في مهرجان القلم الحر للإبداع في الفيوم. نعم. التكريم يعني في دار الأوبرا، خلافا عن يعني إعلاميين اللي هما نوجه لهم تحية زاد الإعلاميين المصريين اللي فعلا يعني معظم الإعلاميين من روزان يوسف الجمهورية، الأهرام، يوم السابع، أصحابي يعني اللي فعلا لقيت محبة كبيرة منهم الإعلاميين المصريين مع التونسيين بالطبيعة. نعم. اللي عملته في مصر هو تصوير كليبين. كليب بعد العذاب هي كلماتي وألحاني. تصوير يعني كان إخراج كوسايتي، وكان يا سيدي سيدي اللي هو كلمات الياس بن أحمد وتوزيع لخالد الشاعر من مصر، وكانت إخراج المخرج محمد الخضري. وإن شاء الله يعني باش يكون عندي كليب آخر بإذن الله مع أستاذ كريم ثروت. وهذا يعني عمل بخلافا يعني عن الأغاني اللي تسجلت بالطبيعة اللي ما نباش معايا بتسمى أغاني جديدة زادت فوق إن شاء الله قريب باش تكون تتسجل في مصر، اللي هي زاد زلزال. كلمات ممكن أغنية لما نقول زلزال يعني ممكن نضحك شوية، لكن كلماتها حلوة نوجه بها تحية كبيرة للشاعر كذلك أحمد الخضري. إن شاء الله باش تكون زاد تعامل فني في قمر قريب. على كل شهران احنا من قبل ما يفوتنا الحديث ويهزنا
دخلنا مع شهران دخلنا معها من نجم نقولوا من الباب الكبير في عالمها، لكن حولنا من الباب الكبير إلى مصر دون الرجوع إلى الباب الأصلي وانطلاقة شهران من تونس حينما كانت ولا زالت تسمى شهران الشتيوي. شهران كيف كانت في تونس ومتى تألقت وذهبت إلى مصر؟ شهران أول شيء كانت هي يعني لاعبة رياضة، هي لاعبة النجم الرياضي الساحلي في العدو، جوائز كثيرة والحمد لله. هذه حاجة جديدة، حاجة جديدة هذه. هي أنا مش نقول لك يعني علاش جبت رياضة. أنا كنت رياضية في يوم من الأيام اللي نوجه تحية لأستاذي العزيز الغالي هو إبراهيم الحناشي. كنت تلميذة يعني وقتها في معهد الزهراء بسوسة. كان ثم الوقت الحالي كانت مسابقة للمعاهد بين المعاهد في غناء معين. كانت ثم أغنية يكون في علمك أنا مش فاضي وأغاني أخرى. بالصدفة أنا غنيت. كان هو الحقيقة مش غرور، لكن هو اختار صوتي أجمل صوت وقال لي لا أنت تمثل المعهد. قلت له أنا ما نقدرش وقتها لأني رياضية وعندي رياضة معينة. فمشيت بالصدفة المعهد متاعنا ياخذ الجائزة الأولى عن طريق الآن. تشجعت الحقيقة وقتها لقيت حاجة معناها حلوة. معناتها تنجم تقول كانت السبب في دخولك المجال الغنائي؟ هي السبب الحقيقة في دخولي مجال الفن. والأكثر شيء اللي أنا فرحانة به يعني حتى رغم البداية متاعي، في بداياتي كنت كثيرة الجوائز يعني الحمد لله. في أي مهرجان أو في أي مكان نكون موجودة فيه دائما يعني يسعفني الحظ باش ناخذ أنا الجائزة. فالحمد لله دخلت المعهد العالي اللي هو معهد محمد عبد الوهاب للموسيقى. طبعا الإنسان لازم ينمي يعني. المعهد هذا في تونس العاصمة ولا في سوسة؟ لا في معهد محمد عبد الوهاب للموسيقى معروف يعني معهد مش اللي نسموه الكونسرفاتوار القديم يعني ولا لا؟ مش الكونسرفاتوار القديم، هذا معهد محمد عبد الوهاب للموسيقى. يختار من أجمل الأصوات ومن أرقى العازفين، وما يقدرش يدخلوا أي إنسان أقل يعني كما نقولوا احنا 17 معدل أو أنجب النجباء يعني. من أنجب النجباء يكونوا في المعهد محمد عبد الوهاب يعني للموسيقى. وانطلاقتي كانت بأغاني وردة الجزائرية. والحمد لله يعني أنا حتى في تونس تعرفت بأغاني وردة الجزائرية أكثر شيء. ف مشيت يعني حاولت طبعا باش نعمل إنتاجي الخاص. لكن في الأول كنت دائما الأغاني بتاعي كانت أغاني طربية وفي نفس الوقت استعراضية، لأني أنا مطربة طربية واستعراضية في نفس الوقت. اقتراحات كثيرة جات على فوازير وأشياء كثيرة، لكن أنا ما كانش عندي الوقت للأشياء هذه. قمت طبعا إنتاج ألبومي الأول اللي هو أول إنتاج كان اسم ألبومي يا معلم. إنتاج كان عن طريق شركة نوفيكا. تعامله كان مع المايسترو منير الغضاب وإلياس بن أحمد وأسماء كثيرة يعني وليد الأزرق يعني. وانتهت عملت ألبومي الثاني زاد عنده راني نبغيك. راني نبغيك بعد غيبة طويلة طبعا حوالي يعني 3 سنين، وأنا تغربت خرجت من تونس يعني غربة لأنه طبعا حكم ظروف زوجي، وفي نفس الوقت خلافا عن أن حكم ظروف زوجي اللي أنا في السويد كانت هي حفلات كثيرة في معظم الدول الأوروبية يعني حتى وعربية نخرج. فكان راني نبغيك رجوعي به لتونس يتضمن 8 أغاني. عملت ستيل مغاربي ما تعملش في تونس، لأنه أنا دايما نحب نعمل بصمة ليا خاصة. فكان ألبوم راني نبغيك رجوع يعني قوي زاد، لأن 8 أغاني الموجودين فيه كانت الحمد لله ناجحين الكل. أكثر أغاني اللي نجحت فيها راني نبغيك وراني نموت عليك كانت ديوكو مع ملحن إلياس بن أحمد. نعم. راني نبغيك المايسترو منير الغضاب فعلا يعني، والفنان رؤوف عبد المجيد، لأنه تم تسجيل 4 أغاني عند استوديو منير الغضاب و4 أغاني عند الفنان رؤوف عبد المجيد. اشتغلنا فيه يعني فعلا كان شغل فيه يعني قوي
شغل فعلا ناجح. يعني نوجه لهم تحيه انا فعلا منير الغراب والياس بن احمد ورؤوف عبد المجيد. البوم هذا اخترت باش يكون نغني الراي باللهجه التونسيه اللي هو الراي معروف طبعا عن الجزائر والمغرب. عملت موسيقى مغاربيه تشمل بين تونس والمغرب والجزائر، والحمد لله لقى رواج حتى في الجزائر، يعني نجح نجاح انا فرحانه بيه. وكانت لي حفلات عن طريق الالبوم هذا في الجزائر، ونوجه تحيه كذلك للشعب الجزائري والشعب المغربي والشعب الليبي كذلك، لانهم يعني شهران هنا حق يعني ثم شكون يسميك السفيرة التونسية في الغناء، يعني ثم الاسم هذا موجود، مش أنا سميته لك، لكني أنا ما ذكرته إلا ما لقيته ولا ما لاحظته، يعني صحيح التلقيب هذا يعني نجم نقول يخرج عليك. والله أنا نفرح بألقاب كثيرة تسميت بها الحقيقة، يعني لما نقول وتسميت بها من إعلام مصر، يعني إعلام مصري اللي نوجه له تحية. في كل مقالة تكون مكتوبة إما يسموني العاصفة التونسية، الزلزال التونسي، السفينة التونسية. احنا شنو رايك شهران؟ احنا بما انه معنا مخرج مصري اللي هو كريم، احنا نشوفوا كريم شنو ما هو الاسم اللي يفضلوا كريم في شهران؟ كريم انت كنت تسمع في شهران وحديث على تونس ومصر، ما بين الألقاب يا تقريب شهران متسمية بلقب مطربة الثورات العربية، مطربة الثورتين مصر وتونس والثورات العربية بالطبيعة. لو كان طلب من كريم يلقب شهران، يعني ما هو اللقب اللي يشوفوا كريم لايق على شهران أو يتماشى مع اللون الفني لشهران ومع شخصية شهران ومع إحساس شهران؟ هي شهران تستحق أكتر من لقب الحقيقة، يعني يسموها الصاعقة. صح يا شهران؟ آخر لقب صح. شهران في أي مكان هي بتكون موجودة فيه، في أي دولة عربية أو في أي مكان، شهران بتخلق حالة من الحب وحالة من الابتسامة، بتقدر تدوب في وسط الناس بسرعة. حقيقي كل الناس بتحبها، وهي حالة أنا أول مرة أقابل الحالة دي، حالة من الحب كل الأوساط، يعني أنا شايف كل الأوساط بتحب شهران. إلى جانب هذا كريم، أنت تعاملت مع تونسيين آخرين؟ أنا لاحظت هذا في مصر. كريم، أنت تعاملت مع تونسيين آخرين فعلا أم لا؟ لا الحقيقة أول تجربة ليا مع شهران، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة، وإن شاء الله يعني يكون في استمرار بعد كده. ان شاء الله على كل تنتشر، ان شاء الله تكون لها التوانسه كل اللي يجيوا الغادي يا كريم. خاطر بالنسبه للطلعه اللي طلعت بها شهران نجم نقولوا في الكليبات نتاعها، يعني اكيد الكليب وراه ناس وراه تقنيين وراه يعني فنانين، ان شاء الله يعني تعم على كل الفنانين التوانسه وكل الفنانين العرب. ده شرف ليا اتعامل مع كل الفنانين التوانسه والفنانين العرب. بالنسبة للفنانين العرب مع شكون تعامل كريم ثروت؟ يعني أكثر فنانين العرب اللي تعامل معهم سوريين، لبنانيين، مغاربة، مصريين؟ هو أنا تعاملت مع الفنان السوري مجدي القاسم، وكانت تجربة ناجحة، وإن شاء الله في تجربة تانية لينا مع بعض الأيام الجاية في كليب اسمه قصة فاشلة، أو يمكن اسم الكليب مثير للجدل في الوقت الثاني. إن شاء الله يكون تجربة ناجحة. هو فنان جميل جدا. بالنسبة للمطربين المصريين، اتعاملت مع مطربين كتير جدا طبعا مصريين، يعني أنا ليا حوالي أكتر من تقريبا 190 كليب
صورة. رصيدك 190 كليب يعني، ما شاء الله. يعني عندك زاد وزواد كما نقولوا بالتونسي يا كريم. والله هو يعني انا بشتغل بالكيف وليس بالكم. يعني هو ما لو 190 كان كليب. كنت تخدم بالكم، اذا كان انت تخدم بالكم يا كريم، مش قداش باش تعمل لنا؟ لا بالكيف، بالكيف مش بالكم. بالكيف يعني اكيد. احنا النهارده وصلوا 3000 كليب و4000 كليب. لكن انا يمكن بشتغل بالكيف. يمكن كريم هذا اللي يخلي هو الكليب ولا باغي اكثر يعني قبل كان الفنان يغني في المسرح الاوبرا، كان في مهرجانات حتى في تونس، يعني كان صوت يكون على حقيقته. لكن توا اغلبيه الفنانين يعني نجم نقول في الغالب مش ما نعرفش علاش يستعملوا الفيديو كليب. يعني انت تشوف الفيديو كليب انه نوعا ما يغطي شويه على الصوت او موضه او ماذا. احيانا لما بيكون الصوت ضعيف شويه او اللحن ضعيف شويه، احيانا بيكون الفيديو بيغطي على ده. يعني بنخطف عين المشاهد اكتر من السمع. لكن انا في حقيقه الامر انا بحاول ارفض كليبات كتير بتكون الاوديو ضعيف او صوت المطرب ضعيف او الكلام مش راقي او متناسب. لو كنت بقبل كل الكليبات كنت النهارده اعمل 3000 و4000 كليب. فبحاول بقدر الامكان ان اختار الكلمه واختار المزيكا واختار صوت المطرب، وخصوصا الكلمه مهمه جدا، لان الكلمه اول حاجه بتخليني افكر في الستوري بورد او في قصه الكليبات. نعم، لان الانطلاقه من الكلمه هي هكا كريم. ايوه. انطلاقه عملك هي من الكلمه. انطلاقه عملك الصوت قطع يعني قلت لك انطلاقه العمل متاعك انت ينطلق من كلمه الشاعر للاغنيه. كلمة طبعا، الكلمة هي اللي بتخليني أحدد قصة الكليب هتمشي ازاي. يعني مش معقول يكون المطرب بيقول حاجة وأنا بقدم فيديو بيقول حاجة تانية. لازم أكون متماشي مع اللي هو بيقوله، وفي نفس الوقت أنا أضيف على ده، أضيف صورة على ده. يعني في ممكن في جملة المطرب بيقولها ما قالتش كل الصورة اللي المستمع عايزها. انا بكمل بالصوره بتاعتي الجمله الناقصه او الكلمه الناقصه عندي. اذا كلمات ما تلزمنيش، شنو اللي اثارت في كريم ثروت؟ كلمات شهران ما تلزمنيش. ما تلزمنيش كلمات جميله ولحن جميل وصوت شهران عليه اضافه كبيره جدا. هي الاوديو عجبني بالفعل. عجبني جدا بالرغم ان هي بتقول له ما تلزمنيش، لكن في نفس الوقت بتقول له بحبك. يعني شاعر احمد الطويل. الالحان لشكون يا شهران هذه؟ هي كلمات والحان الشاعر القدير الاسكندراني الاستاذ احمد الطويل. احمد الطويل هذا يعني على ما نتذكر فما موسيقار اخر من عائله الطويل في مصر. اي ثم كمال الطويل. ثم لكن هو من العائله صح، لكن الاستاذ احمد الطويل اشتهر يعني في الفتره الاخيره باغاني الثوريه، شاعر له قيمه فعلا. اشعاره يعني ممتازه للغايه. كلمه كلام للشاعر كما كان يقول كريم. حاليا كريم كان يعني يتكلم عن الغنوة لازم تكون كلمات ولحن في نفس الوقت وصوت. اني معروف علي عن شخصيتي، اختياري في الكلمات صعبة جدا. ما نقدرش نغني اي اغنية ما يكونوش كلماتها يعني نحسهم اني شخصيا، لانه تمس الاحاسيس حتى اللي يسمعهم متلقي تمسوا. المطرب باش يغني هو فما اغنيه وفما شيء تطرب فيه وفما شيء يعني حتى الاغنيه الاستعراضيه نختار كلمات، لاني
لو ما حسيتش الكلمات مستحيل نقدمها باحساسي. ما نقدرش نغني اغنيه انا ما نحسش كلمات. فاستاذ احمد الطويل فعلا وجه له تحيه كبيره. كلماته فعلا روعه، يعني حتى كلمات زلزال اغنيه كذلك روعه. وهو يقدر يفهم، يعني يعطيني الكلمات اللي اني نحسهم باش نغنيهم. لانه صعب جدا لما الفنان ما يقدرش يلقى الشعر اللي هو يحس، يعني الشاعر اللي يتعامل معاه تكون الصحة. فعلاش اني نختار كلمات اغنيه حتى في كتاباتي الخاصه وهذا اللي يفسر لي شهران ولات تكتب لنفسها وتلحن لنفسها. يمكن شهران اللي يخليك تكتب وتلحن انك تحس حتى حد ما ينجم، معناها حتى حد ما يفهم مشاعرك او الحاجات اللي تحب توصلهم تكتفي بالكتابه لنفسك والا؟ لا، هو مش ديما الفنان لازم يتعامل مع عده شعراء وعده ملحنين، يعني هذا لازم يكون موجود في وسط الفن. لكن المهم هنا لما شهران تختار الاغنيه اللي باش تغنيها تكون كلمات قايمه، يعني كلمات نعيشوها في مجتمعنا، في الواقع بتاع مجتمعنا، حتى تكمل لما يكون الانسان باش يفكر باش يصور اغنيه، المخرج يلقى فعلا يعني فكره لتصوير الاغنيه. مش معقول اني فنانه، يعني بصراحه درست في معهد عالي للموسيقى محمد عبد الوهاب ونختار اي كلمه باش نغنيها لانه صعب. المعهد العالي محمد عبد الوهاب علمنا قيمه الكلمه، قيمه اللحن، قيمه انك تأدي اغنيه فعلا يعني تحسها في المشاعر، الناس يحسوها. الكلمه ديما هي اللي تنجح العمل مع اللحن مع التوزيع طبعا، لانه هو عمل متكامل. اكيد لانه مش معقول فنان يكون ما عندوش صوت ويختار غنوه اصعب منه، ممكن فيها نجاز، ممكن ما نعرفش انا، انسان يكون مش دارس موسيقى صعيبه ياسر باش يأدي اغنيه وهي تكون طربيه في لانه الاغاني الطربيه بصراحه مش اي حد يقدر يغني. اكيد. بالنسبه للشعر اني علاش ممكن صعب؟ لاني اني اولا كان سنه 2000 كان عندي ديوان صدرت في اسمه مشاعر، وتعرفت يعني بكتابه الافكار الحره الاشعار، كذلك نكتب لنفسي. وان شاء الله عندي في القريب ديوان باش يتم توزيعه ان شاء الله في مصر، باش ناويه يعني نصدره في مصر، باش يكون اسمه لمسات حمراء. هذا يعني عن كل جرح المجتمع، تكون يعني المرأة دايما تكون حساسة أكثر، شيء يرجعها تعبر عليه بالقلم. يعني فأني اخترت مواضيع معينة نعيشها، اخترت المجتمع تخص يعني المرأة، وأنا سميت لمسات شو أكثر يعني يعشق الناس. على كل الصوت من عند شهران ماهوش قاعد واصل. اذا نعيش اغنيه يميمتي لشهران ثم نعود. يميمتي جيت نشكيلك من الظهر الغدار، على قبرك يما نبكي ودموع عينا حيار. يميمتي جيت نشكيلك من الظهر الغدار،
الرقة والإحساس. مساء مكتوب بماء الألماس، مساء مخصوص لأعز الناس. ريحة البلاد ورد وياسمين، وريحة الأكباد أغلى من العين. راديو ريحة البلاد، قرب ومودة لا تعترف بحدود أو ابتعاد. ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة ريحة يا أخويا أغلى من العين. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. ريحة البلاد ملطفها ما تشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع عيون رشفها من. إذا نعود أصدقائي صديقاتي مع شهران ومع أخونا. استنى كريم، احنا طب دقيقة نعم. المكالمة. نعم، نعود إليكم سيدتي سادتي في حوارنا مع شهران التونسية ومع أخونا كريم وسلوى بن مسعود. إذا نعود كريم مع الفيلم السينمائي اللي حضر فيه كريم. هو فيلم سينما اسمه والكوما، هي كلمة إنجليزية، العربي بتاعها غيبوبة. هو بيتكلم عن الغيبوبة في مجتمعنا، سواء غيبوبة بالنسبة للمخدرات، غيبوبة سياسية، غيبوبة بالناس اللي بتتاجر في الدين، أي شيء بيودينا في غيبوبة. ده سيناريو عماد القاسم، في معانا مرشحين البطولة. أنا مش هقدر أتكلم دلوقتي عن أسماء الناس اللي في البطولة لأن إحنا ما زلنا تحت الترشيحات. وإن شاء الله بداية التصوير هتكون 1/4. إحنا صورنا منه بعض المشاهد وهنستأنف التصوير تاني 1/4 إن شاء الله. إن شاء الله. هذا الفيلم الوحيد كريم وإلا فما أعمال فنية أخرى؟ ده هيكون أول تجربة سينمائية ليا، خصوصا ان انا ما اشتغلتش افلام قصيره او افلام روائيه، يعني سينما على طول بقى. ولو اني اتكهنت البطله الفيلم. بتقولي ايه؟ انا اتكهنت البطله متاع الفيلم. هو ان شاء الله يعني اعلان كل الابطال هيكون قريب جدا. وانا في تحفظ ان احنا يعني مش عايز اتكلم عن الناس اللي موجوده معانا كمشاركين دلوقتي، لان دي مهمه شركه الانتاج بتخلص التفاوض والتعاقد معاهم. فان شاء الله في وقت قريب هنعلن اسماء الابطال كلهم وكل المشاركين في العمل. وان شاء الله طبعا يشرفني ان تكون شهران معانا جوه الفيلم ان شاء الله. كريم، يشوف في شهران الى جانب انها فنانه، هي فنانة استعراضية، فنانة شاملة كما قلنا في كل شيء، يعني تكتب تلحن تغني. يشوف في شهران ممثلة
ممثلة استعراضية أو ممثلة يعني كيفاش تشوفها؟ هي شهران مش بتمثل، هي شهران بطبيعتها. يعني انا بشوفها قدام الكاميرا، هي طبيعتها كده، يعني مش بتمثل. اما في بعض الادوار اللي هي هتشتغلها في مصر، زي الادوار دور واحده صعيديه، او دور او الادوار المركبه دي بالنسبه لها انا شايف انها هتكون ادوار هي صعبه، بس بالنسبه لشهران مش صعبه. شهران بتتقن اي دور تشتغل فيه. يعني انا بتحس ان الفن بيجري في دمها، تمثيل، كلمات، الحان. انا حاسس انها هتخرج قريب. هذه شهاده. اخراج شهران. شهران، تعرض عليك أفلام غير يعني مع مخرجين آخرين وإلا؟ هي تعرضت علي أفلام كثيرة، مش فيلم ولا اثنين، لكن أنا وقتها في مصر عندي شيء آخر بحب نحققه، اللي هو الفن، واللي هو طبعا الشيء فن الأصل بتاعي اللي هو فنانة يعني مطربة. لكن رفضي سيناريوهات كثيرة، أني نرفض الأدوار اللي تكون فيها كما يقولوا هما يقولوا دور أوفر. يعني في أشياء أنا نرفض، يعني نحسها أنها تخرج عن طبعي وأخلاقي، ما نقدرش نعملها أنا مهما كان، حتى لو كان سينما. يعني لما نقولوا احنا سينما، لكن هي الشخصية هي اللي باش تمثل، عبارة أني باش نعمل نفس الشيء. فطبعا أنا نرفض الأشياء هيك. الأدوار اللي نتقنها فعلا، يعني أنا نعرف نتقن الحمد لله. إني أنا ما نجمش نشكر روحي يعني فعلا، لكن وقوفي أمام مخرجين كبار عمالقة فعلا دليل كلامهم إني نقدر نعمل الشخصيات، وهذا شيء يسعدني ويفرحني. شهادة مخرجين لها فعلا بصمة فنية. إن شاء الله دخولي السينما يكون دخول يعني. أنت شهران ما كانت لكش أي تجربة سينمائية قبل؟ لا عملت أنا مسرح، أنا معروفة بالمسرح أكثر شيء، لكن السينما لا. لكن شنو شهران تو رياضة ومسرح ما خليت لنا شيء أنت اللي ذا. الحمد لله. يعني أنا تعرفت على فكرة الكوميديا مسرح هدية. نعم. فيلم الدراما لما تقول لي يعني سيناريو معين صعب الفنان لو ما حسش الشخصية دموع تنزل. يعني أصعب شيء في الفنان لما تنزل همومه في الواقع. الحمد لله يعني في أي موقف معين نعيش الشخصية كما هي موجودة في السيناريو. يعني أنا ننسى شهران وأي شخصية تكون مكتوبة في السيناريو نعيش فهي يعني تبقى هي داخليتي. يعني تبحر، يعني ابحار في شخصيتك، تنسى شهران